الهدف الآن خرج. علم الهدف تحرك. شباب الهدف وصل، كونوا مستعدين. شباب الهدف وصل، كونوا مستعدين. جاهزين. الغواصين انتشروا حول الهدف. الهدف أخي، الآن بيتم الانتشار، انتشروا. السلام عليكم. عليك مرحبا. يلا السلام عليكم. أبغى تعرفنا جنبي. انت حق تفضل. تسلتني تسلت صاحبه. نبدا انا. أعرفك كونجي، مستر مروان، مستر عبد السلام. أعرفكم. أنا برجالنا أندا. كلكم كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟ هذه طبعا هذه المشاركة الماليزية للمنتجع يعني بتكون مشاركة معنا. يعني شركتكم في المنتجع. ما شاء الله. حلو. حياكم الله. فرصة سعيدة. قولي لها إن إحنا التقينا بها. كونجي كيف saya pun ya. أهلا وسهلا. بروح على المديرة شوية. طيب خذي راحتك. الله يا عم عبد السلام والأجواء. ايش؟ جميل. بيتبول. مكان. اوه واتس بتنجلتش. يعني الليتين اوكي بس هي مدري هو تقول لي ماليزيا ما. سبحان الله. اشياء فظيعة. هذا شيء خلاص. رجسنا. Sebulan sakit. Ya. والله مموت بغيرهم. انا بذلك. Apa ayolah. متى نزلت؟ Saya tak takut. نزلت امس الليل. بس في فندق ثاني. ايوه. انت متى نزلت؟ باي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ يعطيك العافيه اخوي. شو مسوي؟ طيب. هلا والله. هلا. شو اخباركم؟ الحمد لله نحمد الله يا ونشكره. مرحبا. ايش مسوين؟ نحمد الله شرفتونا والله ونورتونا. انت الشرف. سامحونا على معزتكم. التاخير بس عندنا شغل شويه. خذي راحتك. انا اسفه جدا. لا لا. هاي كيف حالك؟ اوكي شريكة صح؟ الشريك الماليزي. اوكي ام سوري انه تاخرت. قولي لها انا اسفه انه تاخرت وكذا كان عندي شوي شغل. كنجيك بكين. هذه الشركة حقكم قالوا لا. ايوه انا اول مره اشوفها. انا اتعامل مع والدها راسا. هي اول مره تجينا هنا. ما شاء الله. ايوه. ممكن تعرفينا بس على أعرفك بالأستاذ الفنان الكبير الأستاذ عبد السلام. اهلا وسهلا. والأستاذ يا مروان. مرحبا فيكم. الموضوع ما فيه انه انا يا سيدي الفاضل املك جزيره هنا او منتجع اسمه ايوه هاتي لي بس الفايل. ثانك يو. المنتجع اسمه سادلي. هذا المنتجع. المنتجع ذا يبعد عن جزيره كامران 7 كيلومتر. جزيره كامران جزيره يمنيه. احنا مجموعه شركاء عايشين في الخارج. حبينا انه نستثمر هنا ونعمل شيء جديد. يا سلام. الجزيرة مرة فخمة. فيها فنادق، فيها منتزهات، حدائق. جمعت كل انواع الترفيه في مكان واحد. حطيته هنا. يا سلام حلو جدا. المشروع مرة فخم. حرفيا صرفنا على ملايين الدولارات. طيب يا سادة هنا
احنا اوكي ممكن مستعدين نشتغل لك فلاشات، نشتغل لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي انا والاستاذ بنشتغل لك اللي في نفسك. نعم. بس ميزانيتك كم على اساس اعرف انا ايش اشتغل لك؟ شيك مفتوح. يا سلام. شيك مفتوح. خلاص. يلا الحين شيك لا تكلفي مفتوح. يعني. حط الرقم اللي في راسك تاخذه، بس ابغى شيء ايوه لا كان ولا هيصير. ابغى حاجه ما قد حصلت في السوشيال ميديا تكسر الدنيا. ابغى الدنيا كلها في اليمن تعرف ان في منتجع اسمه سادلي في مدينه الحديده في كذا وكذا وكذا وكذا. طيب انتم لمرحله كم وصلتوا في الجزيره؟ 90% المشروع منفذ. باقي بس 10% تشطيبات. وتفضلوا ما في شيء من قيمتكم. شكرا. شكرا لك. خلاص. هذا الجزيره صح؟ اي نعم هذه الجزيره. اوكي. قريبه من جزيره كاميرات يعني. حلو. اتفضل هذه العقود اطلع عليها. سلام اقرا. بما انه هيصير في دعايه واعلان وكذا حابه اسوي فيلم. تمام. فانا اعرف انه استاذ عبد السلام بحسب خبرتي ومعلوماتي يعني انه كان بيشتغل في التمثيل وبعدين توقف فتره، صح؟ فنتيجه توقف الاعمال يعني اضطريت ان انا ابحث لي عن عمل اخر. ايوه. لا توقف لان عندي اسره. الان ايش تشتغل انت؟ الان بنشتغل بيع سكرين. معي عربيه واقودها في شوارع صنعاء. والكل بيشاهدني والحمد لله. البروباغندا الاعلاميه اللي صارت قبل فتره اذكر انت كلمتيني صح؟ هو الاستاذ عبد السلام. ايوه نعم انا. الله يعطيك العافيه. وعافية. بالسن هذا 58 سنه ما شاء الله عليك. واقود العربيه بشموخ وعزه. اكيد شموخ وعزه وكبرياء. نعم. وشخص مثلك، شخص له باع كبير في مجال التمثيل ومعروف ولك اسمك. المفروض لا اذا وجب ان احنا نسوي الفيلم والله. فاللي ابغى اقوله انه انت هتشتغل نوع معين من الافلام انت ما قد اشتغلته قبل. نعم. ايضا الدعايه اللي هتقوم فيها للمنتجع عندي هتكون دعايه مختلفه تماما. نعم. المنتجع عندي فيه مراقص. طيب. فيه خمور. سلامة فمك. فيه اشياء كثيره لان المنتجع نظامه اوروبي اولا. ما اعتقد انك تفكري بهذا التفكير. لا جد على فكره موجود. البارات المراقص مبنيه. اول حاجه سويتها اقول لك ليش؟ اسالني ليش؟ لانه اولا واخرا انا دافعه ملايين الدولارات اول شيء، مو عشان شخص يجيني ياخذ ليمون ويروح بيته. لا انا ابغى اعوض الفلوس اللي انا دفعتها. ليش ما نبعث الفلوس هذه للخير الانساني؟ مثل ما الان انا جيت عندكم بعثت في بالامل ان هناك امل في الحياه. نعم. لا يأس مع الحياه. اوكي. بعدين في هذا العقول النيره ليش ما يكونش هكذا جمال وهكذا؟ هو كان المشروع من بدايته كذا انه اوتيلات، مطاعم، منتزهات، طبيعي. ملاهي ليليه ومراقص. هذا اللي موجود عندي. هذا مثال. فانه كذا الموضوع هو كذا مبني كذا من الاساس من البدايه. استاذ لو سمحتي هي ايش رايك هسه؟ متى بنتحرك الجزيرة؟ الجزيره بنتحرك قولي لها بعد ساعه من الان. لانه كورينا من باربارينا ضد خردن واحد والله مركون قريب ولو كان المبلغ والله لو كبير. تجيلي ذهب بالقيس عليها السلام. احنا اللي انت دائما بنقول ليش المرأة اليمنية والمرأة العربية ما تكونش المجتمعات الإسلامية والعربية؟ الحين فليش ننزل أنا على المستوى هذا؟ لا مو قصة نزول وصعود. في الأول وفي الأخير أنا دافعة مبالغ خيالية عشان أبني منتجع. تمام. في الأخير أجي أبيع فيه ليمون وبرتقال، يعني مو حرام. ليمون برتقال بيحيي النفوس بيفرق على وكمان المشروبات تحيي النفوس وتدخلك في عالم آخر. هذا غير المشرب حاجة. طب حابب أجيب لك من المشروب الخاص؟ كيف حالك؟ لا الموضوع سهل ترى على فكرة بس أنت اللي مش متعود. فأنت هتتكلم
عن موضوع معين، انه في منتجع في كذا وكذا وكذا وكذا، يا تروج له طيب يا استاذ، مقابله فلوس. الاستاذ رافض، لكن انا هذا الشيء انا موافق ما دام انتم مصرحين ومعاكم اموركم رسميه. خلاص طالما أنا انت طيب خلاص. بس اعرف العرض كم انا قلت لك شيك مفتوح اللي يطلبه. اللي تطلبه. هذا بالنسبه لموضوع الترويج. كيف حالك؟ ما يصبرش ما يصبرش. ما دام انهم مصرحين معهم شيء وفلوس للرز. لا ما اعتقدش هكذا. ما توصلش الى ان انا مالك انت. يعني انا ابيع عزك الله حذيه في الشارع خير لي من انا اعمل زي هكذا بلاء. يعني انا ابيع عزك الله حذيه في الشارع خير لي من انا اعمل زي هكذا بلاء. استاذ سام انت موافق على الفيلم؟ لا بهذه الطريقه انا مش موافق. لا بهذه الطريقه انا مش موافق. ارميني طيب يا استاذه، ارميني للبحر ولا ادخل فيها هكذا. ايش يا استاذ؟ ارمي للبحر واعيش للاسماك، ولا ان انا ادخل نفسي فيما يفسد امه. ارتمي للبحر للاسماك، ولا ان انا ادخل نفسي فيما يفسد امه. انا ما مش موافق على هذه الحاجات. انا فنان واحترم اي دوله لها عادتها وتقاليدها، لكن لا يمكن اننا نسمح اننا يكون هكذا في بلادي. لا يمكن اننا نسمح اننا يكون هكذا في بلادي، وهكذا بلسان عربي، لسان بناتنا. يعني صعب. خلاص يا استاذ انا متوكل معك. خلاص يا استاذ انا متوكل معك. وصل لمرحله انه يقبل يبيع حتى ولو ب2000 ريال، مش بس ب $10,000. انا هدفع لك مبالغ خياليه، انا هعيشك في مستوى وهنقول لك في مكان غير المكان. يا سلام. كيف حالك؟ قلت لك ما يصبرش هذا الكلام. لحظه طيب، انا فاهم احنا ما يصبرش، بس يا عبد السلام خلينا نفعل نقله لانفسنا. نقله ما هو اجمل. يا عم عبد السلام انا لك حاجه. انت عارف لما تاخذ في يدك $20,000 ها؟ $20,000. والله شوفي، انا مؤمن بما يرزقني الله سبحانه وتعالى. انا مؤمن بما يرزقني الله سبحانه وتعالى. فالذي رزقني ووجدني عندكم هو الله سبحانه وتعالى. انا احترم كفاحك يا رب. احترم كفاحك. ايوه. كونك كنت ممثل راقي في ادوار بطوله الى شخص اصبح لديه مشروعه الخاص، ولكن انت تعول اسره، لازم انك تعيشهم في مستوى احسن من كذا. ولما تجي الدولارات حتشوفها احلى واحلى. والله الدولارات ان انا شفتها ما لها قيمه امام مبادئك وانسانيتك. والله الدولارات ان انا شفتها ما لها قيمه امام مبادئك وانسانيتك، وانت تعالجها بطريقه هاديه. الحين بيع الايس كريم افضل من انك تسوي فيلم. والله لو شوفي الان بيتصلوا بي من صنع الزباين حقي. اين انت يا عبد السلام؟ افتقدناك. انا افتقدت. بيع الايس كريم افضل من $10,000 مقابل عمل بسيط. انا كاننا فوق عربيه السكريمه. الكل يكون في الجاهزيه. الكل يكون في جاهزية. فرصة جت لنا، فرصة لا يدنا، لا نضيعها. هذه فرصة لا تضيعها، فرصة تجي في العمر مرة. ضاع العمر كله في صبر وثبات، ازيد اصبر وثبوت. نكمل يا استاذ العمر لا براحة. يمكن. ابي حوله اجيال ورا اجيال. ابي حوله اجيال ورا اجيال. انا كود انقع عليه رزق من الله 5. في بيع ايس كريم؟ ايوه ابيع سكريم، ابيع ما هو ادنى من ذلك بعزه وكرامه وانسانيه. ايوه ابيع سكريم، ابيع ما هو ادنى من ذلك بعزه وكرامه وانسانيه.
طيب ما اختلفناش، كله شرف، هذا الشغل كله ما أنا اي شغل تمام. شرف، وانا مستعد بنفسي، إلا لكن أمور- قدمت لنا الفرصه لا يدنا، جت لا نضيع الفرصة، شيء، جت الفرصة ما المناسبة نضيعش عمل في المكان المناسب مع الشخص المناسب. يا سلام عليك، والله انك مقبوله عندي ما شاء الله تبارك الله. يحفظك فلا ربي. تفضعينيش في موضوع يحفظك ربي. انا ما جبتك الا بعد دراسات وبعد معلومات انه هذا الشخص لازم انتشله من المكان اللي هو فيه، لانه ما يصير تمام. يقعد في ذا المكان. حلو. انا الحين عرضت عليك شيئين، دعايه واعلان وترويج عن المكان عندي، وفيلم ايضا عن سياسه البلد اللي وصلت حالك لكذا. ما اختلفناش، لكن الموضوع اللي نناقشه ما يتناولش الاساءه. لا هو لازم الا احنا حقيقة. اضيع امه من اجل ان اعيش. اضيع امه من اجل ان اعيش. ادمر مجتمعي ومجتمعاتي في الدول العربيه والخليجيه واوردهم على هذا المكان، بدل ما اقول لهم هذا الشيء ما هو لصالحكم، ما هو لصالحي. يعني احنا معنا اجيال معنا في البيوت منتظرين مننا شيء جميل. اقتل عني حياتي كلها عشان انا كذا حياتي بنيتها على، لان الامور هذه مرت عليها. انا عشت في عز من صغري، كنت اسوق السياره، كان عندي الاشياء الحلوه. خلاص، لكن ما فقط شيء. انا عرفت قيمه الدولار وعرفت قيمه، لكن انا اشتي قيمه الانسان. انا اشتي قيمتك انت كانسان عندي. انا اشتي قيمه الانسان. انا اشتي قيمتك انت كانسان عندي. انا افتخر فيك وافتخر بهذا، افتخر بها، وليس ان انا افتخر بهذه الاشياء. ازيدها تلف امه. والله لو تقدمي هذه اموالي كلها للخير والصلاح واعاده البنيه للانسان. يعني انا الصباح اتحرك مشان اشرب واحد شاي، اشوف ناس مرقمين في الرصيف. من لهم هؤلاء الناس؟ اذا لما انا وانت كصاحبه راس مال قدمي مشروع لانتشار هؤلاء الناس. انا ممكن انزل لهؤلاء الناس، ايش مطالبكم؟ ايش تشتوا؟ لا تعالوا بنحقق. ما يهمني الناس، يا مع انا السلامة، الله صاحبة يحفظك. مشروع. هذولك ناس انا راقدين. سيدة اعمال في الاخير، ماني انزل اشوف الناس في الشوارع وش مسوية. انا الحين مسوية مشروع يدخل لي ويدخل للدولة ملايين. والله طيب يا ممكن أخي. تشغلي ايدي عامله وانت رافعه راسي. لا انا ابغى بنات حلوة عندي، ايش اللي ايادي عاملة؟ فريق الاقتحام يخرج عن التشكيل البحري. فريق الاقتحام يخرج عن التشكيل البحري. علم يا فندم، حرك حرك حرك. طيب اوكي فريق الاقتحام هاجمنا الهدف. ايش في خير؟ خير. صعبوا
خير سلامات سلامات. مكان انتم في امان، انتم في امان، انتم في امان. مكانك سريع. انتم في امان. خير سلامات عرف عن نفسك. انا مروان محمد النوعه، ممثل. ايش عملك حبيبي؟ ممثل. ايش عملك هنا؟ قالوا نجي نفتتح جزيره يا اخي. عرف عن نفسك يا استاذ. عبد السلام زلعاط. عبد السلام علي محمد زلعاط. ايش عملك؟ ممثل في التلفزيون والمسرح. ما سبب تواجدك هنا؟ تواجدي دعوة من يا فندم معنا واحد قتيل. معنا واحد قتيل. طبيعي. سريع. سريع. دعوة من هؤلاء دعونا إلى بخصوص ايش الدعوة؟ بخصوص ايش؟ بخصوص عمل إنساني، عمل افتتاح جميل. جزيره ودش. عرف عن نفسك. أنا العنود بنت فهد. ايش عملت؟ سيدة أعمال فاتحة مشروع منتجع حاجة زي كذا. يمنية؟ لا. عرف عن نفسك. تبي افهم ليش ايش؟ ما تتكلمش عربي، ما تتكلم عربي، ما تتكلم عربي. اوكي. استاكو. عرف عن نفسك. نوف ابراهيم، السكرتيرة حق المدير. سكرتير. ايش كان اسمه؟ يا اخي اهدى، انت في امن. اهدى. انت في امان. انت الان مع خفر السواحل اليمنيه. اهدى. انتم الان في مياه اقليميه، ايش وصلكم لهذا المكان؟ ايش طلبوا منك؟ يا له عمل يعني نكتب عقود، نوقع على بخصوص ايش العقود؟ انه يفتتح المنتجع، وما اختلفنا على الرؤيه، اختلفنا على الموضوع المنتجع وما فيه من بلاوي. يعني انا ما ارتاحش لوجودها، قلت لهم انا رافض. ايش كانت البلاوي؟ يعني مراقص وملاهي، وده انا رافض اللي الاشياء. طلب منك هذا الشيء. نعم الاخت. ايش كان موقفك؟ رافض انا هذه الاشياء، كيف اوافق على زميلك ايش كان موقفه؟ يا اخي انا وافق. هذا عادل نفسه، هذا هو موافق مش موافق، هذا عادل نفسه يتكلم. السلام انا تعب قول له. تعب يتكلم عن نفسك يعني هذا السلام انا تعب. انا بقول خير السلام. الكلام هذا عتبك في محاضر. ما تغيرش اقوالك في المحضر. لا ابدا، انا ما بغير اقوالي. انتم حميتونا بارك الله فيكم، هذا ما انت عارف من طلعوا لنا. حفظكم الله. واحنا ايضا سعداء جدا بتواجدك معنا. نعم. حياك الله يسلمك. السلام. الله المستعان. إنا لله وإنا راجعون يا رب. والله كنت أتمنى أن أهالي وأولادي يتصلوا لي قبل قليل يشوفوا هذا المشهد اللي وقعت فيه به. مطب ما كنت شاطر، ما أنا مصدق أن أنا أوقع مثل كذا، ويعلم الله أن أنا شاعر بأمان، لأن أنا في جزيرتي، أنا بين ناسي وهؤلاء ناسي، ما الحمد لله أن العرض كان عرض مغري، ولكن الحمد لله تعودنا على تقاليد وعادات، لا يمكن طلع في راسي ان انا افكر بها كذا مشاريع تهدم، بل انا ابحث عن مشاريع تبني. ما كان سبب رفضك؟ اولا ايماني بالله انه هو الرزاق ذو القوة المتين، ومن توكل على الله فهو حسبه. لا إله. وبصمود الرجال احنا مع الرجال في كل شيء، في الثبات وفي الحمد لله. نحن بنعاني كفنانين، وانا كفنان اعاني، وغيري يعاني، لكن الحمد لله أنا الآن سعيد جدا. ما قصدت أن أوصل إلى هذا المستوى. صدقني أنا مرتعبت، لأن أنا ثابت على إيماني، ثابت على حقيقتي مهما كان. لن أغير اتجاهي، أشرب من ماء البحر ولا أوصل لهذا المستوى. أشرب من ماء البحر ولا أوصل لهذا المستوى. الله المستعان. لا يمكن أن أنا أوصل لهذا المستوى. أنا قلت لو ترجم بلا البحر أفضل لي من أن أدخل في فساد، أفسد بلد وفسد أمة. كأننا إيش نتيجة عمري هذا 58 سنة أوصل أن أنا إلى هذا المستوى. يعني إحنا الحمد لله في خير وعافية، في صبر وثبات. ليش عاد أنا أدور هذا؟ أنا بنتقد من أجل إصلاح الذات، إصلاح الإنسان، حقيقة الإنسان. يعني أنا أتمنى أن الخير يوصل لكل فرد. يعني أنا كأننا ولدت الآن، لكن الموقف هذا عادني مش معقول، إنه كأننا أعيش في فيلم.
ما أنا داري كيف. رجال الامن وصلوا خبر السواحل موجودين، ايش اللي بيبكي؟ لا أنا فرحت، أنا سعدت، لكن ما كنت وصل له مطب. أنتم صح تقدمون للعالم، العالم هو بيشاهد بيشوف اليمني كيف بيواجه، كيف بيصمد، كيف أنا بنعيش حياة الناس صور. اقسم بالله انك فاخر لكل يمني، يعني كل محبك عرفوا عبد السلام امام الكاميرات، ما حد عارف من هو الاستاذ عبد السلام خلف الكاميرات. احنا اليوم وصلنا للعالم من هو الانسان اليمني، واخترنا انه انسان كادح، انسان بيعيش في اسوء ظروفه، اب ل5 اطفال. والله انا اتمنى يهتموا بالاجيال، يكفي ضياع، يعني نفتح للاجيال مناخ الحياه، نسعدهم كما يعني سعدنا من قبل، نسعدهم، يعني ما يمنع ان نسعد الناس ونعيش كبشر واحد، يعني ما يمنع. هذه رسالتنا، ولا ليش اخترنا الفن طريق. الاستاذ مروان طبعا هو منسق معنا المقلب، بس الان رجع يبكي بالرغم انه داير انه مقلب، بس ما هو اللي بكى. يا اخي مأساة يا اخي لما يكون فنان مثل هذا مثل عبد السلام هامة، وتجي تشوف كنوز الدنيا ما تغريش، كنوز الارض كلها ما غيرتش من موقفه ولا من مبدأه، حتى مقدار شعره قال اشرب من ماء البحر اموت جوع ولا ابيع وطني ولا اشتغل هذه الاشياء هذه، يعني هذه عزة كرامة يا اخي. تأثر على الشخص هذا لانه وصل بالحال. فنتمنى انك توجه رسالة للناس اللي شافوك اليوم. احبتي لكم التحية والسلام، لكم مني كلام تعجز اللسان عن أننا أذكره. أنتم ملتقانا، أنتم أحبتنا، اختيارنا للفنانة هو اختيار شريف نظيف أخلاق، لا يمكن نعيب في شيء. وإحنا كما عهدتوني أننا، وأعوذ بالله من كلمتنا، أنا معكم على الحلو والمر، لا يمكن أن أنا أضع نفسي موضع يبعدني عنكم أو يبعدكم عني. خوبا